فيلم صانع الدموع فيلم إسباني، وبيعتبر من أجمل وأروع الأفلام الرومانسية، وبتدور أحداث فيلمنا من عند البنت الصغيرة أنيكا، حيث بنشوفها مع أبوها وأمها وهن مسافرين بسيارتهم الخاصة، وبتشوف أنيكا ديب وبتخاف كتير، وبتقول لأمها شوفي، وبترد عليها أمها ما في داعي للخوف، ومو كل ديب متوحش. وبيلتفت أبوها حتى يشوف، وبيعملوا حادث وبيموت الأب والأم، وبتدخل أنيكا الميتم، وأول ما بتوصل بتكون باستقبالها مديرة الميتم والأطفال، وبتقلها المديرة إنه قانونها واضح وهو الطاعة واتباع الأوامر، وبتطلب منها قلادتها، بس أنيكا بتترجاها إنه تخليها معها، وبتقلها هي ذكرى من أمي، بس بترفض المديرة وبتخلي الطفل رايقال ياخذ القلادة، وبتروح على غرفتها وبتتعرف على رفيقتها الجديدة بالميتم يلي بتصير صديقتها المقربة. وبعدها بيقلب الزمن وبنشوف أنيكا وهي صبية كبيرة وعم بتضب شناتيها حتى تروح مع عائلة قررت تبنيها، وبتتذكر مأساتها وهي بالميتم والعذاب اللي كانت تتعرض له من قبل مديرة الميتم، وبتتعرف على عائلتها الجديدة وهن طالعين بيشوفوا شاب عم يعزف على بيانو وبيقرروا تبنيه، وبنلاحظ عدم رغبة المديرة بذلك، لكن بيقبل الشاب رغم انه كتير عائلات كانت ترغب تبنيه وهو بيرفض. وبنلاحظ اعجاب انيكا بالشاب يلي بيكون اسمه رايجال، وبيروح معهم وبيوصلوا البيت وبتصير احداث كتيرة، وبنلاحظ انه رايجال بيحاول ابعاد انيكا عنه، وبعدها بنشوفهم سجلوا بنفس المدرسة، وهون بتشتغل الغيرة بقلبه لما بيحس انه في شاب عم يتقرب من انيكا، وبتصير احداث كتيرة ومشوقة ما راح نتطرق لها حفاظا على متعة مشاهدة الفيلم. وبعدين بتعرف انيكا بحب رايجال إلها، بس دائما كان بيحاول ابعادها عنه حفاظا منه على حلمها وهو انه يكون إلها عائلة، وبقرر انه يرجع على الميتم، بس بيتراجع وبيروح لعند انيكا يلي بهالوقت بيكون في شاب عم بيتحرش فيها ويخلصها منه، وبيقرروا انه يكونوا سوا، بس هالشاب بيحاول دهسهم بالسيارة وبيسقطوا من على الجسر وبيدخلوا المشفى، وبيدخل رايقل بغيبوبة، وبتحاول أنيكا انه تزوره بس بتمنعها مديرة الميتم كونه قبل الحادث رفض التبني وقرر انه يرجع على الميتم، ورجعت المديرة هي المسؤولة القانونية عنه، وبنلاحظ تعلق المديرة فيه، وبسبب رفضها تواجد أنيكا بقربه بتقرر أنيكا رفع دعوى تعنيف واضطهاد ضد مديرة الميتم، وفعلا بترفع الدعوى وتحدث الكثير من الأحداث، وبالنهاية بتربح أنيكا الدعوة وبترجع لعند رايجال، وبيخلص فيلمنا وهن سوا مع بعض، وبتخلص رواية صانع الدموع بابتسامة سعادة ودمتم سالمين.